أنا ما شفتش بجاحة أكتر من بجاحة الناس اللي طول الوقت بتنزل حكم وآيات ومواعظ عن الدين. ناس لسانها قرآن لكن إيديها أذى وقلبها قاسي، يكسروا ويظلموا ويوجعوا وبعدين ينزلوا آية تحس إنهم بيغسلوا بيها ضميرهم، كأن الكلام المقدس ده وسيلة تبرير مش طريق هداية. أكتر حاجة توجع مش الأذى نفسه، لكن يقينهم إنهم صح وثقتهم العمياء إن اللي اتكسروا بسببهم هم الغلطانين، وإن أي وجع سابوه وراهم مجرد مبالغة من ناس ضعيفة. شفتهم بيكتبوا عن الصبر وهم أكتر ناس ما استحملوش غيرهم، وعن الرحمة وهم أبعد ما يكونوا عنها، وعن العدل وهم أول ناس يدوسوا عليه لما مصلحتهم تدخل. كنت فاكر إن الأذى يوجع وخلاص، بس اللي يوجع أكتر إن الأذى ده كان لابس لبس الدين، وكان جاي من ناس بتتكلم باسم ربنا وهي أبعد ما تكون عنه. ساعتها فهمت إن في قلوب مش محتاجة تسمع آيات أكتر، محتاجة تخاف تكسر قلب بني آدم، لأن كسر القلوب مش بسيط ومش بيعدي ومش بيتغفر بسهولة. في ناس بتستخدم اسم ربنا علشان تحتمي من مواجهة نفسها، علشان ما تعتذرش وما تراجعش وما تعترفش إنها غلطت. ومش كل اللي بيتكلم عن ربنا قريب منه. في ناس بتذكر اسمه كتير بس ما بتحسش بيه وهي بتوجع غيرها. الأوجع من كل ده إنهم عايشين مطمنين، مقتنعين إنهم في الجانب الصح، وإن كل اللي اتأذى منهم كان يستاهل. وأنا واقف أتفرج وبحاول أفهم إزاي القسوة دي تعيش جنب الكلام المقدس، وإزاي الإنسان ينام مرتاح وهو سايب وراه قلوب مكسورة. يمكن ما عنديش إجابة، بس عندي وجع وعندي يقين واحد، إن اللي بيكسر الناس باسم الدين خطره أكبر من أي أذى واضح، لأنه بيقتل فيك الثقة ويخليك تشك في كل حاجة حلوة.